حي باربس في باريس المكان الأسهل للحصول على الأوراق المزورة. لا يستغرق الأمر إلا بضعة دقائق لشراء فيزا أو بطاقة هوية. الشرطة تفكك بشكل دوري شبكات التزوير، ولكن من المستحيل القضاء عليها نهائيا. هذا الصحفي من فرانس 24 ادعى أنه لاجئ سوري يبحث عن أوراق رسمية. أول شخص قابله كان قادرا على مساعدته. الصحفي دفع مبلغا مقدما وأعطى اسما وعنوانا ومكان ولادة في باريس وكذلك صورة شخصية. بعد 24 ساعة بطاقة الهوية صارت جاهزة. الصحفي دفع ما تبقى من المبلغ وكذلك أعطي شهادة تأمين صحي مجانا. ولكن ما هي ميزة هذه البطاقة التي تباع في الشارع بمبلغ 200 يورو فقط؟ توجهنا إلى مكتب الوثائق المزورة التابع لوزارة الداخلية. حوالي 15 موظفا يعملون هنا تحت إمرة الرائد ويليام. مهمتهم الكشف عن الوثائق المشبوهة وتدريب عناصر تعمل على الأرض. الرائد ويليام يوضح لنا إجراءات الأمن التي يحتويها جواز السفر الممغنط الحديث. لدينا هنا طبقات من مادة مضيئة ونقوش مضيئة أيضا. الخيط السري مصاف بكميات ووضعيات عشوائية. إنه جواز سفر جيد. ليست هناك كثير من الجوازات المزورة، قليل جدا منها اكتشفناه. أعطينا الضابط بطاقة الهوية المزورة التي اشتريناها من حي باربس وقد قبل فحصها. هذا الحاسوب المتطور يسمح بالمقارنة وبعرض الوثائق تحت أنواع مختلفة من الإضاءة. نضع الوثيقة تحت إضاءة معينة. الوثيقة ظاهرة، هذا يعني أنها ليست مصنوعة من ورق مؤمن. الورقة المؤمنة هي ورقة خاصة نجدها أيضا في الأوراق البنكية. إذن بطاقة الهوية المزورة مطبوعة على أوراق عادية. الرائد ويليام يجري فحصا ثانيا عليها. سنرفع من شدة الإضاءة التي تمر عبر الورقة. ماذا نلاحظ؟ هذه الوثيقة تمرر الضوء، وعندما يمر الضوء نرى شكلا ظاهرا، علامة مائية. هذه الوثيقة معتمة تماما على بطاقة الهوية الفرنسية. إن لم نجد العلامة المائية فهي وثيقة مزورة. بالنسبة للرائد ويليام فإن البطاقة المزورة التي عرضناها عليه غير متقنة تماما، وهي من النوع الذي يراه رجال الشرطة بشكل دائم. رغم هذا يقول الضابط إن الشرطي الذي لم يتدرب على اكتشاف الوثائق المزورة من الممكن أن لا يرى هذا التزوير الواضح جدا. بطاقات الهوية الفرنسية هي وثائق من الجيل القديم، وبالضرورة سيكون هناك وثائق مزورة لأنها وثيقة مهمة، ولكن أيضا سيتوجب علينا في وقت ما أن نغيرها إلى وثائق من الجيل الحديث. ليست النوعية هي المهمة. وثائق مزورة بشكل رديء تكفي للحصول على عمل في المجالات التي تعاني نقصا في اليد العاملة كالمطاعم والتنظيفات وغيرها. الوثائق المزورة هي الوسيلة الوحيدة للمهاجرين غير الشرعيين للدخول إلى سوق العمل الفرنسي، وهو بالضبط ما فعله محمد. مهاجر جزائري وصل عام 2008 بفيزا سياحية. محمد كان يعمل حمالا قبل أن يعمل في ورش البناء. راتبه يسمح له باستئجار شقة ب500 يورو شهريا، وأن يرسل جزءا منه إلى والدته في الجزائر. بطاقة هوية فرنسية للعمل. منذ 6 أشهر وقع محمد عقد عمل مع شركة للأشغال العامة، وهو الآن قريب من الحصول على إقامة رسمية. تنطبق علي الشروط. لدي 6 وثائق للراتب، ولا ينقصني سوى 2 للإقامة. وثائق الراتب حقيقية وليست مزورة. 2 شهر فقط ليكتمل ملف محمد. عندما لا ترى والدتك ل6 سنوات هذا صعب. آمل أن أحصل على تصريح العمل هذا لأرى عائلتي. محمد هو الأصغر في العائلة، وهو على قناعة تامة بأنه اتخذ القرار الصائب بمجيئه إلى فرنسا حتى ولو أنه خرق القانون.